شارك مع الرقابة الإدارية في إحدى اللجان اللي وصلت بينا للقبض للأسف البالغ على زميل مدير عام الشؤون الهندسية وهو بيتلقى الرشوة وتم القبض عليه هو والمقاول. الدكتور إيهاب كان مشارك وكان رئيس هذه اللجنة. استاذنك بس المايك. اسعد الله مساءكم بكل خير. انا جئت لهذا المؤتمر الصحفي ليس دفاعا عن الدكتور سيد خطاب، ولكن دفاعا عن الحق وللحق فقط. انا كلفت برئاسه لجنتين بقرار من رئيس الهيئه الدكتور سيد خطاب. اللجنه الاولى لفحص المستندات الماليه للقصور المتخصصه مع اعضاء من التفتيش المالي والاداري ومن الشؤون الماليه وعضو من الشؤون القانونيه، وتم فحص المستندات الماليه الخاصه بالاصول المتخصصه على مدار عامي 2012 و 2013. وجدنا اهدارا للمال العام وتسهيلا للاستيلاء عليه ومستندات مزوره، وخاطبنا الغرف التجاريه وبالمستندات كافه المستندات التي كان يتم تقديمها لتسويات السلع مزوره. والموضوع محل تحقيق في النيابه العامه والرقابه الاداريه. هذه هي اللجنه الاولى. اللجنه الثانيه شرفت ان اكون رئيسا لهذه اللجنه، وهي فحص الخطه الاستثماريه للمشروعات الهيئه العامه لقصور الثقافه من 1/7/2008 حتى 31/12/2014. قابلتنا معوقات عديده في الحصول على المستندات. للاسف الادارات ما كانش فيها المستندات اللي هنشتغل عليها تم تسريبها، وحصلنا على بعض منها المتاح من مراقب وزاره الماليه بوزاره الثقافه، وليس من وزاره الثقافه، من مراقب وزاره الماليه. وفحصنا هذه المستندات وتكشف لنا ان هناك توجيه لاعتمادات الماليه للهيئه العامه لقصور الثقافه لمشروعات بعينها ومن ثم لشركات بعينها، وتسهيلا واضرارا بالمال العام. هذه هي الحقيقه، والموضوع محل تحقيق في النيابه العامه والرقابه الاداريه. وانا بصفتي رئيس هذه اللجنه التي وكلت بهذا التكليف من الاستاذ الدكتور سيد خطاب، فانا باشهد الحقيقه امامكم جميعا، ولم يتم دعوتي لهذا، ولكن دافعي هو شهاده الحق واظهار الحقيقه بجلاء امامكم جميعا. وشكرا جزيلا. واكرر انا لست مدافعا عن الدكتور سيد خطاب، انا لا يمكنني من رئيس الهيئه، انا بشتغل لصالح المؤسسه التي انتمي عليها انا وزملائي الشرفاء. وانا بشكر الدكتور سيد ان سيادته فضل ان هو ما يذكرش اسمي. لا، انا بقول انا اسمي دكتور ايهاب محمد الزهري جناح، رئيس اللجنتين، وانا تكشفت عن هذا الفساد بمعاونه الزملاء اعضاء اللجنه. وشكرا جزيلا. ثواني بس هنعطي استاذ مجدي الحمزاوي، اتفضل. تعالى هنا يا استاذ مجدي. اهو تعالى. احنا قاعدين وكل اللي نفسه في حاجه هيقولها وكل الاسئله هتتقال ان شاء الله. هي العمليه بهدوء شديد جدا وبمنطق. انا تقريبا اسمي مجدي الحمزاوي على ما اعرف. تقريبا. فاحنا بيقول علينا مثقفين وبهدوء وبالعقل. اذا كانت كل الناس دلوقتي بتقول ان الوضع المتردي في مصر حاليا نتج عن غياب الثقافه ووصولها الى ربوع مصر في ال20 سنه الماضيه، للدرجه اللي طلعت لنا التت وافلام السبكي والناس اللي موجوده بتضرب بعضها. جميل. من كان المسؤول عن الثقافه في مصر في ال20 سنه الماضيه؟ لما نشوف قرار الجمهوري بالمجلس الاعلى للثقافه سنجد انه واضع السياسه الثقافيه في مصر. من كان يرأس هذا المجلس؟ مع احترامي الشديد جدا للاستاذ الدكتور جابر عصفور
كأستاذ جامعي وله كتبه، ولكنه المسؤول الأول عن تدهور حال الثقافة في مصر في ال20 عام الماضية. فهو سؤال: كيف لمن أفسد أن يدير؟ كيف لمن سعى أن يدخل بعض من دخلوا الحظيرة أن يتحكم في أشراف لم يدخلوها؟ هذا هو السؤال بكل بساطة. أكلنا يوم أكل الطور الأبيض، لم نتعظ من ناصر عبد المنعم، لم نتعظ من كذا، لم نقل نريد تشكيل مجلس أعلى للثقافة بشكل جيد، لم ولم 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 ولم. إذا السؤال هو: كيف لمن صرم عليه أن يتبوأ المقعد الأمامي؟ دكتور جابر عصفور، مع احترامي الشديد جدا له كدكتور وباحث وله كتب، طلع من قصر ثقافة المحلة مع مجموعة من الناس، منهم نصر حامد أبو زيد. جميل. ما هو الجميل لقصر ثقافة المحلة اللي طلعه؟ هل وقف مرة وهو خارج الوزارة بعد أن استغاثنا بكل من هب ودب، استغاثنا ببائع الفول والطعمية وهو من المحل، لم يحرك ساكنا؟ قضية المحلة فساد ممتد أكثر من 25 سنة وليس اليوم أو الأمس. ده موضوع ممكن نشرحه بكتير، لكن هو السؤال احنا بنسأل نفسنا: احنا هنستنى خير من ده ازاي؟ هو يريد ان يثبت انه كان طوال 25 عاما الماضية على حق. الرجل لم يتنصل من تاريخه، لو تنصل من تاريخه ممكن. هو استقال من الوزارة الأولى خلال 3 أيام لما وقفنا ضد، رجع الوزارة الثانية. ليه؟ يبقى السؤال: أنا آسف، أنا قليل الأدب، أنا قليل الأدب وما بشتغلش في وزارة الثقافة. تمام؟ يبقى إذا السؤال ليس موجه للدكتور جابر عصفور، ولكن السؤال موجه للقيادة السياسية، وهي: كيف تأتي بمن أفسد الثقافة المصرية ليكون على رأسها؟ أشكركم.